هي ايه؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. الله اكبر، 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 والعزة للمصر. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. محمد صلاح، وابا. الله، الله، الله يا ولد الله، الله يا ولد الله، الله يا ولد الله، يا ولد الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده والكره مع الفول. النهارده هنشوف بعض اللقطات كده وبعض الاحتفالات وصور ولقطات جميله من الدوري العام المصري، ونشوف اللقطات اللي هنخصكم بيها النهارده ماتش الزمالك وماتش انبي، الاهلي والزمالك والاهلي وانبي، عشان في بعض اللقطات المشتركه تقريبا. الاول بس كده اعمل اشترك واعمل لايك معانا في القناه علشان تشوف كل فيديوهاتنا ان شاء الله. تقريبا كوبر كان بيقعد رونالدو او كانش بينه وبينه تعاطف مش عارفين ليه. المهم خلينا في الماتش بتاعنا واللقطات اللي هنتكلم عليها اللي هتيجي قدام حضراتكم دلوقتي حالا. ادي اللقطه الاولى معانا كره احمد الشناوي لما لعبها، المفروض السهم هو لعبها على السهم اللي ناحيه هنا، ده المفروض كان لعبها في النص، ده الكره الطبيعي المفروض تروح في نص الملعب، لان قلبين الدفاع واحد بياخد شمال واحد بياخد يمين، واللعيب المحور هو اللي بينزل في النص يستلم. كره نفس الغلطه بالظبط راح، لو انتم فاكرين عبد الله السعيد في لقاء انبي في اول لحظات المباراه الكره اتبسط غلط وعبد الله السعيد ضيعها. السهم المفروض كان لعبها في النص، هو برده لعبها على الطرف، وده اكيد اسلوب تدريب في قله دقه. الكره هنا من حازم امام اللي ما كانش موجود في التغطيه العكسيه، اللي المفروض يغطي مع مؤمن زكريا. هناك مين؟ حازم امام اللي المربع اللي فوق ده عليه تقريبا هو طلع يشرب ولسه ما رجعش. على حازم امام يجيب الميه ويجي نشوف لقطه انبي اللي قلبين الدفاع هم اللي في النص ومفيش اي حد مغطي. المفروض برضو السهمين اللي قدامكم دولت المفروض مين اللي يغطي الطرفين الملعب. لقطات مقرره بالظبط. ادي الكوره هنا في ماتش كره وليد سليمان، هياها خمس لعيبه رايحين عليه ومؤمن تقريبا فاضي لوحده، تقريبا الحته دي كان هي اللي فيها الميه. كره انبي برضو نفس الكلام الدايره الخمس 3 لعيبه وراهم 2 وواحد واقف سرحان، والكره اتلعب من وراهم لاجاي، ولا حد هنا خالص ولا في حد. ممكن يكون ده سوء تمركز من اللعيبه او من المدرب ازاي ما حفظهمش. الكره بتاعت ايفونا قصدي وليد ازارو، هو ايفونا الابيض، راح كرة تقريبا نشوف المساحه اللي قدام حضراتكم كلها مفيش اي حد فيها غير الاثنين دول، تحس ان بقيه الناس خرجوا بره وسابوا الاثنين دول. الكرة هنا باكا نفس الكلام 30 متر الكرة اتلعبت له ومفيش اي حد معاه غير قلبين دفاع، دايما بنشوف 2 بس وتقريبا 8 قدام، تقريبا طريقه لعب الكابتن ايهاب وبيحب 8 كده قدام. الكرة اتلعبت برده في 3 هنا، اتلعبت 30 متر ومفيش اي حد مغطي كرة وليد ازارو. الصور كلها بتوضح ايه الفرق بين دي ودي. ادي الكرة برضو بتاعت باكا نفس الكلام خلف الدفاع، ماتش انبي كرة شوارع ومفيش اي حد كان مغطي في الكرة دي.
كلها لقطات مكرره. وليه بنربط بين ده وده؟ عشان هنا نفس المدرب هو ايهاب جلال. الكره برضو اتلعبت من وسط الثلاثه ومفيش اي حد تقريبا، تغطيه ضعيفه جدا. والخروج دايما لما بيخرج اي حد لعيب في اوروبا بيخرج وهو بيحمي ظهره او عارف مين اللي في ظهره. يشوف الكره هنا بتاعت وليد ازارو، احمد الشناوي اتزحلق، اكيد العمل كان مرمي في الحته اللي اتزحلق فيها احمد الشناوي، هو العمل محطوط في الحته دي بالظبط، عشان كده احمد الشناوي اتزحلق اكيد بقى زي ما ايه ما بيتقال. المهم نرجع تاني للكرة التانية. الكرة التانية بتاعت وليد ازارو، راجل رايح هو وعلي جبر بس، مفيش غيرهم الاتنين. وتحس ان علي عايز يبعد كده، يعني تحس ان علي مش عايز يقرب، لا ده هو بيبص له من بعيد لبعيد. هتروح لفين؟ رايح لفين؟ الكرة اتلعبت تاني على طول من ورا. كرة امدي، نفس الكلام ونفس التكرار، هو ودايما كور مشتركة بين الماتشين. تحس ان انت بتتفرج على ماتش واحد. يعني انت لو مشغل شوط اول من امبي وشغلت شوط تاني من الزمالك تحس ان هم ماتش واحد بس مع اختلاف الالوان، هنا ازرق وهنا ابيض، وهنا رقم كبير وهنا رقم كبير. الكرة اتلعبت من باكا دايما في ماتش امبي، وده الثلاث لعيبه برضو اللي مش واقفين على في اي مكان صح، واقفين دفاع متقدم. كابتن ايهاب جلال احسن مدرب في مصر، في ناس كتير بتقول كده، لكن اللي قدامكم ده بيقول اللي هو احسن مدرب في مصر، ولا حسام البدري احسن مدرب في مصر؟ اكيد الصورة وضحت كتير قوي بعض الاخطاء. نشوف الفيديو بتاع الصور اللي احنا شرحناها دي لها اصل اللي هو الفيديو بسرعة كده. نشوف اللقطات عشان نشوف احنا كنا بنتكلم صح ولا ايه، ولا جايبين صور وبس. اهي الكرة اتلعبت في ظهر الدفاع 30 متر، راح علي معلول لوحده خالص، مفيش اي حد معاه خالص، راح للشناوي خد ضربة جزاء بذكاء كبير. لعيب سوبر ما حصلش، من افضل صفقات جابها النادي الاهلي من وجهة نظر الشخصية في تاريخه، مع جilberto مع فلافيو ومع الصفقات التقيلة دي. صراحة لعيب كرة ما حصلش. علي معلول لعيب بجد مستوى راقي جدا وعالي. خلاص سعيد ضربة جزاء، طبعا قدر على طول نفخته الشهيرة وبصته وطلته الهدف على طول، حطها المرة دي في سقف المرمى، لانه عارف ان الشناوي الكرة دي في ماتش في اي يعني تحس ان انت لو انا دلوقتي عملت الصورة اللي انبي لابس ابيض تحس ان انت بتتفرج على الزمالك وهو كربون. كرة شوف وليد ازارو لعبت من ظهرهم، وهنا بقى العمل النقط السوداء اللي قدامكم دي هي دي العمل اللي كان محطوط، عشان كده الشناوي اتزحلق في الحتة دي هنا بالظبط اهو. شوفوا العمل هيظهر اهو ادي العمل. النقط اللي انت شايفها دي هي دي العمل اهو. هنا العمل بالظبط اتحط هنا عشان احمد الشناوي اتزحلق واستفاد من العمل. وليد ازارو مغربي بقى وعندهم شغل. اشوفكم في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اشترك واعمل لايك دلوقتي وشير الفيديو. شكرا.